يا جماعة بالله عليكم، بالله عليكم، كفاية بقى، كفاية بقى إعلانات عن كومباوندز في التلفزيون. الموضوع بقى اوفر جدا جدا جدا، إعلانات كتير جدا، كومباوندز كتير جدا. عايزة أقول لكم على حاجة، إن الكاتيجوري اللي انتوا بتتكلموا فيه ده، اللي هو المفروض يروح يشتري من الكومباوندز، مش هو اللي بيتفرج على التلفزيون. صدقوني مش بيفتحوه خالص، احنا اللي بنتفرج على التلفزيون. كرهتونا في عيشتنا، كرهتونا في البيوت اللي احنا عايشين فيها وساكنين فيها، والمناطق اللي احنا ساكنين فيها، وحسستونا ان الكومباوندز دي الجنه. في حين على فكره بقى، انا شخصيا لما رحت اتفرج على الكومباوندز دي، لقيت الشقه الواحده حوالي مثلا 10 مليون 9 مليون في الاسعار اللي بتاعت دلوقتي، والشقه كلها على بعضها ما تجيش مساحه الريسبشن عندي في البيت. اه والله قد الحق بالظبط. عايزه مساحه اكبر، خدي فيلا حبيبتي. يعني من الاخر كده نتاجر في اي حاجه بقى ممنوعه علشان خاطر نعرف نجيب سعر الفيلا دي، لا اذا عرفنا اصلا نتاجر في الممنوع. فارجوكم يا جماعه، الكاتيجوري او الناس اللي انتوا بتارجتوا ان هم يشتروا في الكومباوندز دي، روحوا لهم. يعني انا ملاحظه مثلا ان طبقه الممثلين والنجوم هم اللي بيعملوا الاعلانات دي. طب ما تروحوا لهم اللوكيشنز بتاعتهم، وتعملوا لهم دعوه عامه كده لزياره الكومباوندز وتتفرجوا عليه. اعملوا اعلانات موجهه. مثلا اعملوا اعلانات للشركات واصحاب الشركات والناس المليونيرات بقى اللي معاهم فلوس والكلام ده. انما احنا يا جماعه الطبقه المتشبثه بتتفرج على اعلان سمنه، اعلان غسالات، اعلان ايه تاني مثلا، ولا حتى كمان اعلان فودافون واورنج والكلام كل ده في الفاكس. احنا كلنا عارفين الشبكات كلها واقعه ومنيله ب 60 نيله. فاحنا الاعلانات اللي ممكن نتفرج عليها وننبسط كده، اعلان سمنه، اعلان زيت، اعلان زبده، ايه تاني، اعلانات الاجهزه الكهربائيه مثلا. نقدر كده نقارن، نشوف كده واحده عايزه تشتري تكييف غلبان يتيم كده عندها في الشقه، ولا غساله بتاعتها باظت وضربت وعايزه تشتري واحده بدلها، فبتبتدي تتفرج على الاعلانات دي. انما اعلانات الكومباوندز بتجيب لنا اكتئاب، اكتئاب. بتحسسنا ان احنا في المناطق بتاعتنا اللي هي تعتبر بالنسبه للكومباوندز طبعا مناطق شعبيه، ان احنا ساكنين في زريبه. ده حقيقي، زريبه بالنسبه لكم كده، في حين ان الموضوع مش كده خالص.